ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معلش اتأخرت عليكم. النهاردة هعمل لكم الفيديو عن روتين العناية بالايد المانيكير. ده الروتين اللي انا بعمله كل اسبوع. تمام. او بجد مهم جدا ان انتي لازم تهتمي بايدك، لان اي بنوتة دي حاجة مهمة جدا بالنسبة ليها. ما ينفعش تبقي بنوتة وايديكي يبقى بقى بتقرقدي في ضوافرك، او ايديكي مثلا ضوافر مصفرة من كتر ما بتحطي مانيكير، او انتي مش مهتمية بيها ومش تبرديها، او مكسورة. لازم دايما تهتمي بشكل ايدك، لان فعلا ده بيعكس شخصيتك كويس جدا. اول حاجه اعملها انا جبت بوله زي دي. حطيت فيها ميه فتره، يعني مش سخنه ومش بارده، ميه فتره دافيه شويه. وحطيت فيها شاور جل. انا حطيت شاور جل دوت اللي مندوب. تمام. حطيت شويه. وحطيت بيكنج صودا. ايه لازمه البيكنج صودا؟ اي بنوته اللي بتحط ده بيكنج باودر، اوكي، بحطه برضو ايه في الميه مع الشاور جل. ايه لازمته؟ من مانيكير بيصفر الضوافر. فالبيكنج باودر لما انتي بتحطي ايدك فيه لمدة 10 دقايق بيساعد ان هو بيزيل الترسبات اللي بتبقى موجودة على الضوفر، وفي نفس الوقت بيبيضها، بس طبعا مش على طول، يعني مرة على مرة هتفرق معاكي جامد. بتحطي ايديكي في المية مش كتير، يعني لمدة ربع ساعة، لغاية ما تحسي ان يعني الاطراف دي ما تبقاش بايشة قوي، بس في نفس الوقت ايديكي تبقى طرية بحيث ان انتي تقدري تعملي المانيكير. الخطوة اللي بعد كده هي ايه؟ يا ترى هي ايه؟ طبعا هي بتختلف من واحدة للتانية، بس انا اقول لكم على الموست كومن يعني. انا بجيب هاند كريم. ده كان عندي، كنت جايباه من اوريفليم. هو تقيل شوية، بس انتي اي كريم عندك، مثلا اللي هو النيفيا الازرق او كريم جونسون برضو الازرق، اي كريم تقيل موجود عندك. بحط منه على اطراف ضوافري. تمام، على الضفر كله كده وعلى الاطراف ديت. وبسيبه لمدة دقيقتين كده بحيث ان هو يتشرب بس. او ممكن استعمل برضو زيت جونسون، ده بديل تاني. بتحطيه برضو على الطرف بتاع ضوافرك. اوكي. وتسيبيه شوية بحيث ان هو ايه، يعني يرطب المنطقة شوية بحيث ان انت ما تبقاش ناشفة قوي وانتي بتبرديها. اوكي. بعد كده بعمل ايه؟ بعد ما بحط الكريم او الزيت او اي حاجة، اي كريم تقيل موجود عندكم، بس اهم حاجة ما يكونش كريم خفيف. هتقومي جايبة المبرد بتاعك والقصافة. اوكي. وده مبرد حديد. طبعا المبرد الحديد دوت وحش جدا على فكرة، وانصحكم ان انتوا لازم تستخدموا المبرد اللي هو شبه كده، لان المبرد الحديد دوت بيكسر الضوافر وبيضعفها جدا، وغلط جدا على على الضوافر. فانصحكم ان انتوا تستخدموا المبرد اللي هو الخشب اللي هو عامل كده. بعد ما احنا حطينا الكريم، ضوافرك دلوقتي انت بقيتي مستعده ان انت تبردي ضوافرك. هتبردي ضوافرك بالطريقه اللي انت عايزاها. انا بفضل ان انا ابردها ما تبقاش مربعه وما تبقاش دايره. تمام، يعني كل واحد على حسب ما هو عايز. ولو انت عايزه تعمليها مربعه بتجيبي القصافه. وانصحك ان انت لما تيجي تقصي ضوافرك تقصيها من النص، يعني ما تقصيش من الحروف، تقصي من النص مره واحده، وبعد كده هتقصي من الحرف، بحيث ان هي ما تتكسرش منك وما تبقاش من هنا طويله من هنا قصيره. بعد ما تقصي بالقصافه هتكملي برد لضوافرك بالشكل اللي انتي عايزاه. بالنسبه للمناطق الجلديه اللي هي تبقى هنا، انا صراحه ما بحبش ان انا اشيلها، لان هي لما بتتشال المناطق الجلديه اللي تبقى في الاواخر دي بتزيد وبترجع بسرعه قوي، يعني فانا ما بحبهاش صراحه. بس انتي لو انتي لو انتي عندك زوايد جلديه كتير، وهي مش كتير عندي، فبتجيبي، انا في حاجه اسمها زي البنز، بتجيبيها وبتقومي عامله كده بيها، بحيث ان انتي ترجعي الزوايد الجلديه دي لورا، زي ما انتم شايفين كده انا بعملها بضفري عادي. اوكي. بترجعيها كده لورا وانتي اوريدي بيبقى جلدك مترطب، فبيبقى سهل قوي ان انتي ترجعيها لورا. وبعد ما ترجعيها لورا بيظهرلك في الاواخر كده زوايد جلديه، بتجيبي البنز وبتقومي شايلاها بيها واحده واحده. وخلي بالك ما ينفعش تشيلي الزوايد دي بالبنز وايدك ناشفه، لان ممكن تتعوري وممكن تشققلك ضوافرك وممكن تعملك جروح في المنطقه دي. فلما تيجي تشيليها بالبنز لازم يبقى الضوفر مترطب كويس جدا، سواء بكريم او اي زيت موجود عندك.
اوكي. الخطوة اللي بعد كده اللي انا هعملها هي ان انا هغسل ضوافري كويس. ازاي؟ دي الفرشة انا كنت جايباها، ده من طقم مانيكير انا كنت وريتهولكوا قبل كده. فرشة عاملة كده لازم تبقى موجودة عندكم. اوكي. وهجيب معجون سنان، ويفضل لو هو يكون وايتنينج، يعني يبقى فيه فلورايد، اي معجون سنان فيه فلورايد. وهتبتدي تجيبي معجون السنان وهتبتدي تنضفي ضوافرك كويس جدا. بعد طبعا ما انتي بعد ما ببردتيها في زوايد جلدية هتطلع. اوكي. فدي هتضيع لك كل الزوايد الجلديه اللي موجوده، وفي نفس الوقت هتنضف الضفر كويس قوي، وهتساعد معجون السنان هيساعد على التبييض. ولازم تاخدي وقت، ما تستعجليش، كل ضفر من كل ناحيه تعمليه كويس جدا بالفرشه، يعني تعمليه كده اهو. اوكي. بعد كده بعد ما نضفنا الضوافر بمعجون السنان، هنيجي للخطوة اللي بعد كده اللي هي ايه؟ اللي هي السكراب. انا عندي السكراب ده. اوكي. ده اللي هو الملح الحليب. بجيب السكراب وبعمل بيه على ضوافري، على الحروف، وبعمل بيه على ايدي كلها، كل منطقة في ايدي بحركة دورانية بالطريقة دي عند كل منطقة، بحيث ان هي برضو لو في اي زوايد جلدية تانية ما اتشالتش تتشال. وفي نفس الوقت بينعم الايد كويس جدا، وبيساعد واحدة في واحدة مرة في مرة على ان هو بيبيض الايد وبيبيض الضوافر كويس جدا. لو انتي ما عندكيش سكراب، بمنتهى البساطة ممكن تجيبي شوية ملح وتحطي عليهم نص معلقة زيت زيتون او زيت لوز مر وعصرتين ليمونة، وهتعملي سكراب لايديكي. بجد تحفة السكراب الطبيعي دوت، نفس الايفكت بتاع السكراب دوت، بل يمكن احسن. وفي نفس الوقت بينعم وبيبيض. وبلاش سكر يا جماعة، بيبقى ملح، لان الملح هو اللي لما بيتفاعل مع المية ومع الجسم فعلا بيشيل الزوائد الجلدية، مش السكر. فهو انصحكم ان انتوا يا اما تعملي سكراب ده، يا اما تعملي سكراب بالملح. بعد ما تعملي السكراب بتاعك هنيجي للخطوة اللي بعد كده، ودي انا يعني مهمة جدا بالنسبة لي. بجيب نص ليمونة وباخدها كده على كل ضوفر وبمشيها عليه كويس جدا، لان زي ما انتوا عارفين ان الليمون بيقوي الاظافر وبيعمل على تبييضها، وفي نفس الوقت يعني بيغذيها كويس قوي، وبيمنع التشققات، وبيمنع ان هي تتكسر بسرعة. فلازم بجد كمان يا ريت يعني مثلا كل يومين مش كل اسبوع ان انت تجيبي، لو انت مش هتعملي الروتين ده كله، ان انت تجيبي على الاقل نص الليمونه وتعملي بيها ايديكي وضوافرك، لانها فعلا مهمه جدا جدا. الحاجه اللي بعد كده ودي اخر حاجه هي ده بالنسبه للترطيب. احنا خلصنا كل حاجه من ناحيه التنظيف، فبقى لنا التغذيه وبقى لنا الترطيب. الترطيب انا صراحه بالنسبه لايدي بحب قوي ان انا اعمل لها ترطيب عميق، فانا ما بحبسش الكريمات قوي. انا بحب دي سوري دي البادي باتر، دي زيت الشيا من بادي شوب. زي ما انتم شايفين انا بحبها جدا بالنسبه لايه، لانها فعلا بتعمل ترطيب جامد جدا. لان انتوا زي ما انتوا عارفين ان في فصل الشتاء، وبرضو لما تيجي بتعملي مانيكير لما بتحطي ايديكي في ميه وكده، ده ممكن اصلا ينشفلك ايدك، فلازم يتعمل لها ترطيب عميق. فانا صراحه زبدة الشيا حلوه جدا، وفيها فيتامين اي ومفيده قوي، وبترطب بجد فعلا، بحس انها تفرق معايا. بس طبعا لو انتي مش تقدري تجيبي زبدة الشيا دي عشان هي غالية شوية، ممكن تجيبي اي كريم تاني، مثلا كريم جونسون او كريم بونز او كريم نيفيا اللي هو الازرق، وتحطي عليه كبسولة فيتامين اي، تفتحيها وتحطيها على علبة الكريم وتقلبيها بالمعلقة عادي جدا، وتحطيها على ايديكي بحيث ان هي تعمل ترطيب عميق وفي نفس الوقت تغذي ايديكي. بالنسبة ده اخر حاجة هكلمكم عنها، ده فيتا ماكس بلس. بجد بالنسبة للضوافر مهم جدا ان انتي تاخدي فيتامينز. اوكي. ده انا جربت كذا نوع، وصراحة ده احسن حاجة. ده فيتا ماكس بلس، في منه فيتا ماكس بس. ده بيتاخد يوم ويوم.
اوكي. وده مفيد جدا مش من الضوافر بس، مفيد جدا للضوافر ومفيد جدا للشعر ومفيد للبشرة ومفيد للجسم عموما عشان ما يحصلش انيميا. لان طول ما انتي جسمك بيدخله فيتامينات وطول ما انتي جسمك ما عندكيش انيميا، ده بيبقى مهم جدا بالنسبة للضوافر. لان من السبب الاساسي لتكسير الضوافر ان ضوافرك ضعيفة او بتصفر او بيظهر فيها نقط بيضة، ودي بتبقى موجودة عند كتير قوي من البنات وبتضايقهم. ان هو بيبقى عندهم نقص في فيتامين اي وبيبقى في نقص في الكالسيوم والمغنيسيوم. فانصحك ان انتي لازم تاخدي فيتا ماكس بلس يوم ويوم، لانه فعلا بجد هيفرق معاكي، تحسي ان ضوافرك بتطول بسرعه وان ضوافرك بقت اقوى. وحتى على فكره شعرك برضو هيفرق جامد جدا لما تاخديه، تحسي ان هو بقى بيتغذى احسن وفي نفس الوقت بقى رطب. لان بجد مهم جدا الفيتامينات مهمه جدا. تاني نصيحه ليا بالنسبه للضوافر، بجد لازم تشربوا ميه كتير، لان فعلا الميه مهمه جدا 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 للضوافر والايد. لان طول ما انتي تشربي ميه كتير يبقى انتي ده معناه ان انتي كل جزء في جلدك بيبقى متغذي. فانصحكم لازم على الاقل في اليوم تشربي لتر ونص ميه، لان ده مهم جدا للجسم. الحاجه الاخيره اللي انا هقول لكم عليها ان انتوا بلاش تغسلي ايديكي بالصابون كتير. طبعا انا مش هقولك ان انت تجيبي غسول للايد، لان هو ممكن يبقى بالنسبه لناس كتير غالي شويه. بس انصحك ان انت يعني حاولي على قد ما تقدري ان انت ما تستخدميش كميه كبيره من الصابون على ايدك، لان فعلا الصابون بيبقى فيه مواد كيماويه وبي ايه آه، بي آه، بينشف البشره قوي. الحقيقة بقى كده عايزة اكلمكم عنها، ان انتي لو مش هتقدري تعملي الداي كير ده الدي روتين دوت يعني، او مش هتقدري تعملي الروتين الاسبوعي بالنسبة لضوافرك، على الاقل بالليل قبل ما تنامي انك تجيبي نص ليمونة وتعملي بيها زي ما قلتلك، وان انتي تحطي اي كريم مرطب عندك قبل ما تنامي. ولو لقيتي ايدك جافة جدا ان انتي بعد ما تحطي المرطب دوت بتلبسي جوانتي وبتنامي بيها، تقومي الصبح هتلاقي ايديكي رطبة جدا وضوافرك شكلها جميل وشكلها حلو جدا يعني ومترطبة. لان بجد مهم قوي 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 ان ايدك تكون شكلها حلو. معلش طولت عليكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب، وان شاء الله الفيديو اللي جاي هكلمكم ازاي تعملوا الحاجات الاساسيه انك تعملي باديكير لرجليكي. وان شاء الله الفيديو اللي جاي يفيدكم كتير. ميرسي يا بنات، باي باي.